السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده معانا فيديو جميل وجديد، هنبداه ببركه رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكر الله كتير حبيب قلب، ذكر الله تطمئن القلوب. رب يجعل كده لسانكم عامل بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. الفيديو النهارده جميل جدا وجديد، هنعمل شويه قرقيش بقى لزوم الفطار، ومكوناتنا سهله جدا وبسيطه. هنقول بقى المكونات الموجوده معانا 2 كيلو من الدقيق منخولين كويس، ومعانا هناخد بقى مع كوبايتين من الزيت، ومعانا كوبايتين من الزبادي، ومعانا 4 معالق من السكر، ومعانا 6 معالق من السمسم طبعا عشان نعلي بقى القيمه الغذائيه. سمسم طبعا متحمص، ومعانا بقى رشه ملح، وكوبايه سمنه سايحه، ومعانا كوبايتين ميه دافيه. طبعا كل المكونات سهله جدا وبسيطه اهي. ومعانا برضو باكو خميره فوريه، ومعانا باكو بيكنج باودر. طبعا تقدري تقسمي نص المكونات ديت، تقدري تعملي كيلو من الدقيق وتقسمي بقى كل المكونات الموجوده معانا. بس انا حبيت اعمل بقى كميه النهارده عشان طبعا تقعد عندي فتره. طبعا اول حاجه هنعملها، هناخد كل المكونات الجافه كده الاول، هنحطها هنا كده على الدقيق. طبعا هنعملها في العجان، وطبعا تقدري تعمليها على ايديكي، بس طبعا انا قلت طالما العجان موجود عندي فانا هلاقي مفيش مشكله اعملها يعني في العجان. هناخد بقى الباكو الخميره الفوريه كده على 2 كيلو دقيق. طبعا دقيق منخول بقى كويس اهو بالشكل دوت كده. هناخد برضو دوت اللي هو البيكنج باودر، هناخد بقى منه كده الباكت. طبعا تقدري تقسمي نص الكميه ديت، مفيش مشكله خالص. بس عايزه اقولك ان هي مكوناته سهله كده وبسيطه، مش هتاخد منك وقت خالص. هنحط السكر، هننزل برضو بالسمسم. السمسم بقى متحمص عشان طبعا نعلي القيمه الغذائيه بتاعه السمسم. هناخد برضو رشه من الملح، رشه حلوه كده من الملح، رشه حلوه كده. هناخد بقى السمنه السايحه، ننزل على طول بقى بالسمنه. هناخد بقى كوبايتين من الزيت. حطينا اول حاجه كوبايات اللي هي المقادير الجافه، بعد كده نزلنا بقى بكوبايه السمنه، بعد كده هننزل بقى بكوبايتين من هما الزيت اهو. طبعا انا عامله لها خرم صغير كده بحيث ان هي ما تنزلش يعني كتير عشان ما تقعش. دي كوبايه اهي. اول حاجه بقى هنمسك بقى المكونات ديت، هتقلبيها كده تدعكيها بايديكي كده لحد ما يبقى العجين معاكي رمل كده، لحد يعني ما تغلفي الدقيق بالمواد اللي هي السايله ديت، بالسمنه بالزيت. انا مش عايزه افتح الازاز قوي يعني اهو. اخدنا كوبايتين من الزيت بالشكل ده كده. هناخد بقى كده على العجان على طول. طبعا مش هحط بقى الزبادي دلوقتي، ولا هنحط بقى الميه. هنوسع بس كده المكان على طول بقى كده. نشغل بقى العجان، وبسم الله الرحمن الرحيم. على السرعه بقى الهاديه كده، ونشغل بقى العجان وبسم الله. على السرعه الهاديه كده لحد ما نقلب. احنا قلنا عايزين بقى الخليط معانا هدي السرعه بس عشان ما يعفرش الدقيق. عايزه بقى الدقيق يتغلب بقى بالمواد السائله اللي احنا حطيناها، اللي هي السمنه والزيت. وهوريكم برده الخليط دلوقتي. طبعا الميه هنحطها بالطلب لحد بقى ما نشوف بقى الخليط بتاعنا يحتاج ميه قد ايه. هننزل بقى الخليط كده لحد بقى ما يتقلب، ونشوفه تاني مع بعض. دلوقتي بقى الخليط بتاعنا اتقلب بقى رملي خالص اهوت، وشرب بقى المكونات اللي هي السمنه والزيت والمكونات اللي احنا حطيناها. ننزل على طول بالكوبايتين اللي هما الزبادي. حطيت اول كوبايه، ننزل بالكوبايه الثانيه. ونرجع بقى نخلط بقى الخليط تاني.
نبدا بقى نقلب بقى الزبادي كده مع الخليط، وبعد كده ننزل بقى بالميه واحده واحده خالص لحد ما نشوف بقى نحتاج ميه قد ايه، لان طبعا هو العجين او القريش بتاعتنا حاطين لها بقى الزبادي والمواد اللي هي الزيت والسمنه والحاجات دي، مش هتحتاج بقى ميه كتير. بس انا مجهزه معايا كوبايتين ميه، هنبدا بقى ننزل بهم كده بالتدريج. اخد بقى كوبايه كده، كوبايه هي ننزل بالراحه خالص لحد ما تكون معايا عجينه كده جميله. نقدر بقى نفردها وكده بقى خلاص. القش بتاعتنا جاهزه اهي، شايفين ما شاء الله. ال2 كيلو عاملين معانا كميه جميله جدا اهي. طبعا ال2 كيلو، الكيلو حوالي 7 كوبايات ونص كده. شايفين ما شاء الله السمسم باين فيها ازاي، السمسم بقى باين فيها اهوت. والعجينه بتاعتنا جميله جدا وناجحه اهي. هنسيبها بس ترتاح لمده بس 5 دقايق لحد بقى ما نجهز بقى المفرش السيليكون اللي احنا بقى ايه هنفردها عليه، ونرجع نشوفها تاني بقى مع بعض. دلوقتي بقى سيبناها 5 دقايق لحد ما ارتاحت. دلوقتي بقى جبت بقى المفرش اللي هو السيليكون دوت، جميل جدا في الفرد كده يا بنات. كان سعره يعني مش غالي، كان سعره عامل حوالي 20 جنيه. هتحط بقى على الرخامه كده بحيث يعني تبقى المكان نضيف قدامك. هنبدا بقى ايه نقطع بقى قطعه كده اهو بالشكل دوت. هتفضلي ايه بغطياها برده، هتبداي قطعه كده وهتعمليها تبرميها كده بايديكي اهو بالشكل دوت باين قدام الكاميرا. هتبرميها بقى بالشكل ده كده، هتعملها رول اهوت. عايزه اقول لك ان العجينه بتاعتنا سهله كده وبسيطه وناعمه جدا اهو. شايفين بقى انا عملتها ازاي بالشكل ده كده، عملتها رول. هتبداي ايه تضغطي عليها بضغطه كده بالايد اهوت. طبعا السمك انت اللي يعني ايه هتتحكمي فيه، عايزاها رفيعه عريضه براحتك عادي بايديكي، سهله جدا ازاي وبسيطه اهيت بالشكل ده كده. وهنقطعها بقطعيه، يعني مش هنحتاج قطعه ولا حاجه، لا هنقطعها بالسكينه. طبعا انت حابه تعمليها رقيقه تخينه براحتك عادي، لان بس اعملي حساب ان انت اول ما تدخليها الفرن هي هتزيد معاكي، لان احنا حاطين لها بيكنج باودر وحاطين لها برده خميره. هتلاقي يعني هترتفع معاكي بالشكل ده كده. بقى عملتها كده هتساوي كده الحروف بالشكل ده. هتقطعي اول حرف عشان ايه يبقى بيديكي منظر كده جميل، والحرف الاخير بالشكل ده كده. هتجيبي بقى سكينه من غير قطعه ولا حاجه، تعمليها بقى بحركه بقى دائريه كده، تيجي من الناحيه دي باينه في الكاميرا اهي. هتقطعي كده اهو بالشكل ده كده. التقطيع والتشكيل سهل جدا وبسيط، مش هياخد منك وقت خالص. شايفين بقى في قدام الكاميرا اهيت. عايزه تعمليها رفيعه عريضه براحتك عادي اهو. هوريهولكوا برده المفرش كده قدامكم. طبعا هي مش باينه قوي في الكاميرا، شايفين. هطلعها لكم لحد الكاميرا بالشكل ده كده. شايفين بقى الجمال جميله قد ايه، وما خدتش مننا وقت خالص، والتشكيل بتاعنا كده سهل وبسيط. هنبدا بقى ناخدها بقى من على المفرش. المفرش بقى يعني احلى ما فيه ان انت بتتحكمي يعني فيه كده بالشكل دوت كده. هتجيب بقى كده اللي معاكي صاجه، بس طبعا الصاجه مش هندهنها بقى ماده دهنيه ولا حاجه. هتبداي بقى كده تحطي بقى كده القراقيش بتاعتك بالشكل دوت كده. طبعا لو عندك الصاجه اللي موجوده ديت بتبقى جميله جدا، وعندك صينيه عاديه اللي هي الصينيه المدوره، وهتدخليها بقى الفرن على درجه حراره كده متوسطه عشان تطلع مقرمشه كده معاكي وتبقى احلى واجمل قراقيش. شايفين بقى الجمال والحلاوه. طبعا زي ما قلت لك هتقدري تتحكمي بقى في السمك بتاعها ان كنت عايزاها رفيعه او عريضه، وبتبقى جميله جدا كده مع كوبايه الشاي. طبعا هخلص بقى ايه كده كل الكميه بنفس الطريقه ديت بالشكل ده كده. هخلص بقى التشكيل بقى ونرجع نشوفه تاني بقى مع بعض. شايفين بقى ما شاء الله القرقش بتاعتنا خلصناها، ما خدتش مننا وقت خالص وسهله وسريعه زي ما اتفقنا. وعايزه اقول لك عملت معايا كميه كبيره جدا. شايفين بقى عملت معايا الصاجتين دول، وهوريكم بقى بقيه كميه القرقش. شايفين جميله قد ايه، بجد جميله جدا. بتمنى انتوا تجربوها لان هي يعني تستحق التجربه. شايفين ما شاء الله الصاجه مليانه اهي. وهوريكم برده اللي هما الصينيتين التانيين عملت كمان دول. شايفين ما شاء الله اللهم بارك اهي. والتاني واحده يعني عملت 4 صاجات بالشكل دوت. شايفين جمالها جميله جدا ازاي. هندخلهم بقى الفرن عند درجه حراره متوسطه لحد ما يستووا معانا كده وياخدوا لون ذهبي كده جميل، ونرجع نشوف النتيجه في الاخر.
ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بجد جميله جدا وما خدتش منها وقت خالص. وشايفين عامله معانا كميه كبيره جدا اهي، وطريقتنا سهله كده وبسيطه، واتمنى ان انتم تجربوها لان هي بجد تستحق التجربه. شايفين جميله قد ايه، وشكلها كده جميله جدا. شايفين الجمال؟ عايزه اقربها كده